لجمهورنا الرياضي الكريم. بعض الأمور اللي حدثت مع ابني بسام هشام. أول شيء أنه ابني بسام هشام ما عنده حساب على الفيسبوك. أكو بعض الأشخاص المغرضين يحاولون يسيئون إلى بسام وإلى عائلة بسام. الغرض معروف هو للجميع، يعني انه بسام ما عنده حساب. احب اكد على هذا الموضوع، انه ما عنده اي حساب، انه ما منزل انه جنسيتي كذا ويحب يستفز الجمهور او كذا، او قال اشقهم شق. اي فيديو موجود واحد يجيبه اني مدين له وقدام الجميع كله والله العظيم. بس احب اقول شغله واحده، انه بسام بطريقه احتفاله انه تعرفوه هو لاعب شاب، وبعده يعني اول بطوله له احتفل مع زملائه بالهدف. شفتوا انه حتى ما احتفلوا زملائه، انا ورا الهدف خلصت المباراه احتفل ويا زملائه. ويجوز احتفل بطريقه هو يعني كان بس غير مقصوده، وهو بعد شاب ويجوز خطأ. يعني انا اقول لكم يجوز خطأ هو بس، والجمهور يعني متعصب خسران الفريق. فاني اهم اعتذر اذا هو كان يحاول يستفز الجمهور نيابه عنه. هو اعتذر، نزل بالمواقع مالته نزل اعتذر، واني هم بعد اعتذر للجمهور. اعتذر للجمهور العراقي، ويمكن أخذت طريقة فرحتي بالهدف يعني بغير طريقة، لكن قطر هي اللي تعبت علي، وقطر هي اللي سوت بسام، وقطر هي اللي دزت بسام للاحتراف، وقطر هي اللي مسوت بسام هشام. طبعا يمكن انتم ما كنتوا تعرفوني، بس من خلال هالبطولة عرفتوا بسام وعرفت انه عندكم لاعب عراقي. فكل التوفيق للمنتخب وشكرا جزيلا.